السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا إخواني أخواتي متتبعي الكرام في حلقات الخاصة نقدمها لكم على قناة الموجه المتعلقة بشرح مختلف الإعلانات ديال ولوج أسلاك الوظيفة العمومية بمختلف الإدارات. كنتمنى من جميع الإخوة والأخوات اللي تشاهدوني أنهم يشجعوني عن طريق الاشتراك في القناة وكذلك تفعيل الجرس باش يتوصلوا بجد ديالنا، وما تنساوش تبارطاجيو دائما المعلومة مع الأصدقاء ديالكم وتخلونا تعاليق محفزة باش نستمروا ان شاء الله في تقديم فيديوهات بحول الله. موضوع هذا الفيديو هذا تيهم اعلان ديال مباراة بعض الجماعات المحلية التابعات للمديرية العامة للجامعات المحلية وزارة الداخلية. فجماعة بن منصور إقليم القنيطرة أعلنت واحد المباراة ديال توظيف 4 ديال المناصب: منصبين مخصصين لتقنيين من الدرجة الثالثة السلم 9، منصب واحد مخصص لمهندس دولة من الدرجة الأولى السلم 11، وكذلك مباراة ديال توظيف منصب واحد في طبيب من الدرجة الأولى السلم 11. نمشيو نشوفوا الإعلانات أو القرار ديال الإعلان. تاريخ إجراء المباراة كيف ما كتشوفوا معايا هو يوم 5 دجنبر على الساعة 10 صباحا بثانوية حافظ إبراهيم جامعة بن منصور. هذه الجماعة هذه تابعة إداريا لدائرة بن منصور، قيادة بن منصور، عملة إقليم القنيطرة. بالنسبة للإخوة والأخوات اللي ما عارفينش فين كتتواجد، إذا هذا هو التحديد الإداري ديالها. كيف ما قلنا بالنسبة لعدد المناصب فهو منصب واحد. آخر أجل لتلقي الطلبات هو 27 نوفمبر. حنا غا في هذا الشرح كنتوشيو الحوايج اللي هما مهمين في الإعلان، يعني تاريخ إجراء المباراة، آخر أجل لتلقي الطلبات، ملف الترشيح، مسطرة الترشيح. بالنسبة لمسطرة الترشيح لهذه المباراة هذه، فالإخوة والأخوات اللي تهمهم هذه المباراة غادي يحطوا الملفات ديالهم اللي غادي يصوبوها، اللي كتكون من طلب المشاركة يعني طلب خطي، ظرفان متنبران، نسخة مطابقة للأصل من الدبلوم، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، وغادي تحطوهم في مكتب الضبط بيرو دوردر في مقر ديال جامعة بن منصور التابعة لعاملة إقليم القنيطرة. آخر أجل هو 27 نوفمبر 2020 على الساعة 4 بعد الزوال. بالنسبة للمنصب الثاني اللي غادي نشوفوه هو مهندس دولة من الدرجة الأولى، التخصص ديال الهندسة المدنية. بالنسبة للشروط المطلوبة ولا شروط المشاركة: أن يكون حصل شهادة مهندس دولة مسلمة من طرف المدارس والمعاهد أو المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمها، أو إحدى الشهادات المعادلة والمحددة قائمتها بقرار الوزير المكلف بتحديد القطاعات العامة طبقا للمقتضيات النظامية الجارية بها الأمل. كذلك بالنسبة لتاريخ إجراء المباراة هو يوم 5 دجنبر نفس التاريخ. بالنسبة لمسطرة الترشيح فهي نفس مسطرة الترشيح لجميع المناصب. بالنسبة لملف الترشيح: طلب المشاركة بخط اليد، ظرفان متنبران يحملان اسم وعنوان المترشح، نسخة مطابقة لأصل الدبلوم، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من عقد الازدياد المعني بالأمر يعفى منها في حال التوفر على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية. آخر أجل هو 27 نوفمبر. بالنسبة للقرار الأخير المتعلق بتوظيف تقنيين من الدرجة الثالثة السلم 9، منصب واحد ديال الهندسة المدنية، منصب واحد للتنمية المعلوماتية ديفلوبمون انفورماتيك. شروط المشاركة: أن يكون حاصلا على دبلوم تقني متخصص مسلم من طرف إحدى المؤسسات التكوين المهني، يعني دبلوم تقني متخصص تكنيسيان سبيسياليزي. ملف الترشيح: طلب المشاركة بخط اليد، ظرفان متنبران، نسخة مطابقة لأصل الدبلوم، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. اللي ما عندوش بطاقة التعريف الوطني البيومترية ضروري إدلاء بعقد الازدياد. إذا كان عندك لاكارت بيومتريك، يعني الأغلبية عنده لاكارت بيومتريك، يعني هذا اكستري يعني غير مطلوب. تاريخ آخر أجل لتلقي الطلبات هو 27 نوفمبر. إذا هادو هما المعلومات المهمين بهذا الإعلان ديال هذه المباراة ديال توظيف 4 مناصب في جامعة بن منصور التابعة إداريا لدائرة بن منصور، قيادة بن منصور، عملة إقليم القنيطرة، ولاية جهة الضال البيضاء سلا. بالنسبة للإخوة والأخوات اللي مهتمين بهذه المباراة، ما عليكم إلا أنكم توجدوا هذه الملفات ديال الترشيح وتحطوها في المكتب الضبط بمقر هذه الجماعة هذه، يعني ما عندكش
ما يمكنش انك توجد هاد الدوسي تصيفط لهم بار بوست، ضروري تحطوا لهم بيديك او لا تعطي لشي واحد يديبوزي لك هذاك الدوسي في مكتب الضبط. كنتمنى لجميع الاخوه والاخوات اللي شاهدونا انهم يشجعونا عن طريق الاشتراك في القناه ويخلونا تعاليق محفزه، وكنتمنى لكم التوفيق في المسار الدراسي والمهني والشخصي ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.